السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض طاجن المكرونة السريع. يلا نشوف مع بعض ايه هي المكونات. انا حضرت اهو، ده ربع كيلو لحمة مفرومة، ودول 4 كوبايات مكرونة، ودول 4 حبات طماطم ضربتهم زي ما انتوا شايفين كده. يلا بينا نعصج البصلة ونشوف. ادي اهو انا جهزت دي معلقه سمنه، تمام، سيحتها ونزلت بيها ببصلايه. هبدا ان انا احمر البصلايه دي، وبعدين ننزل بس نحمرها كويس قوي، وبعدين ننزل باللحمه بتاعتنا. وادي اهي بدات تاخد لون معايا، شايفين البصله بدات اللي هي تحمر. ننزل بقى باللحمه المفرومه بتاعتنا ونقلبها كويس قوي. وادي اهي وهي على النار بتبدا تاخد لون معايا، نفضل نقلب فيها. احط رشه فلفل اسود عشان زفاره اللحمه، وادي كمان رشه ملح، مش هنكتر الملح عشان احنا هنهتم بالصلصه. ادي رشه صغيره اهي، تمام كده. نقلب بقى المكونات بتاعتنا كويس. وادي اهي طالما لونها اتغير بالشكل ده وخلاص هي خرزت معايا اهي، يبقى كده هي خلاص جاهزه ان احنا نرفعها من على النار. يلا بينا. ادي اهو انا عصقت اللحمه وكده. ضفنا بس ربع كوبايه ميه. ربع كوبايه الميه دي هننزل بيها بمعلقه خل. ادي معلقه خل، مش كبيره، صغيره. وعصره ليمون. ادي عصره الليمون، تمام كده. وعايزين كمان معلقه السبع بهارات. السبع بهارات ادي معلقه السبع بهارات، ومعلقه ملح بشطه بكمون، ومش هنكتر قوي، اللي هو حاجه بسيطه. وهنقلب المكونات دي مع بعض، تمام كده. وادي كمان نص معلقه ملح صغيره هنحطها برضو في الخلطه بتاعتنا. الخلطه بتاعتنا دي بقى هنحطها فين؟ هنحطها على الصلصه اللي احنا ضربينها في الخلاط. عايزه تضربيها تاني اضربيها، عايزه تعمليها بالمعلقه اعمليها بالمعلقه، مفيهاش مشاكل، تمام كده. يلا بينا. ادي اهو انا جهزت الطاجن فاضي اهو، وحطيت فيه اللحمه المفرومه بتاعتي اللي انا عصقتها، حطيتها في القعر وسويتها بالشكل ده، تمام كده. تسويها كويس، وبعدين هننزل بالمكرونه النيه. يلا بينا. وادي اهو انا نزلت بالمكرونه سويتها اهو فوق اللحمه المفرومه بتاعتي، تمام كده. وادي الطماطم بعد ما حطينا عليها خلطه البهارات بتاعتنا، هنبدا نسقي لحد ما نغطي المكرونه بالصلصه بتاعتنا. وادي اهو انا غطيتها بالصلصه، وتبداي تغرزي كده عشان يوصل الصلصه اللي تحت خالص لحد توصل في المكرونه كلها، اللي هو تغرزيها كده، تمام كده. وممكن تهزي كمان الطاجن اللي هو كده اهو عشان الصلصه تتوغل. ونجهز ورقه فويل ونغطي الطاجن بتاعنا. وادي اهو انا غطيته بالفويل زي ما انتوا شايفين، يعني تقفليه كويس جدا. هي دي اهم حاجه في طاجن المكرونه، عشان المكرونه بتاعتي ما تنشفش، لازم تغطيها بورقه فويل. التيست ده الاخير ده حلو جدا. هندخله في الفرن، نشغل الفرن من تحت. عندك مروحه، شغلي المروحه وحطيه على الشبكه. خليه اللي هو يستوي براحته خالص، هيبدا يتشرب وهيتظبط وهنشوف مع بعض. ادي اهو بعد ما طلعته من الفرن طبعا استوى. ادي شايفين اللي هو اتشرب والمكرونه استوت، بقى حاجه يعني ايه تفتح النفس، شايفين. طبعا لو عايزه هتقدميه بالشكل ده وهتاكلوه بالشكل ده يبقى حلو جدا. لو مش عايزه تقدميه بالشكل ده، طبعا لو هتحطيه على سفره او حاجه حطي حاجه تحتيه، عشان بيبقى سخن جدا ممكن يكسر الازاز. وابتدى لو عايزه تقلبيه في صينيه تانية ممكن تقلبيه، او اطباق زي ما تحبي. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.